السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم كل متابعيني، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ما تنسوش تسموا بالله وتصلوا على الرسول في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أحلى طريقة لكشك الموز. لكن ما تنسيش لو انت جديدة يا ست الكل تعملي لي اشتراك ولايك في القناة وتكومنت جميل منك، لأن ده بيساعدني جدا. أول حاجة معايا معلقتين من الدقيق، حطيت عليهم مج كبير كده من اللبن، وبدوبهم كويس قوي وما سيبش اي تكتلات، وهسيبها كده ركنه على جنب لحد ما اعمل احمر البصله واحمر باقي الحاجات اللي في الكشك، واسيبها كده علشان خاطر دي اللي هتخلي الكشك بتاعي يتقل ويبقى قوامه حلو. يلا كده في حله على النار، حطي فيها اي ماده دهنيه انت بتفضليها. انا حطيت معلقه من الزبده ومعلقتين كبار من زيت الذره، وقطعت كده بصلايه وسط وحطيتها. اول كده ما ابتدت اللي لونها يغير، ابتديت ان انا اطلع البصل واسيب معلقه واحده بس، علشان خاطر هجيب معلقه كمان من الدقيق ونص كوبايه من الرز احطها عليه. طبعا الرز ده مغسول كويس جدا، اقلبهم كده تقلبتين كاني بحمر الدقيق لما بعمل بشاميل، وبعدين احط عليه كوبايتين من الشوربه، لان انا حاطه بس نص كوبايه من الرز، فحطيت كوبايتين من الشوربه وعليهم مكعب ماجي شويه ملح، وبعد كده حطيت الدقيق باللبن اللي انا كنت عاملاه على جنب وقلبتهم كويس جدا. هتلاقيه كده اول ما يغلى تقومي جايه موطيه عليه، تصبي كده في طبقان غويطه، وبعدين البصل اللي انا كنت عاملاه يا دوبك رشيته كده على الوش، وبألف هنا وشفا. بتمنى وصفتي النهارده تكون عجبتكم، ومتنسونيش لايك وشير وسبسكرايب.